بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات في شبكة سلام، مشاهدينا الكرام في الداخل والخارج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة رقم 25 في برنامج مع اللغة العربية. بعد قليل نبدأ الحوار في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم إلى شبكة سلام في برنامج مع اللغة العربية. نحن سيداتي سادتي وقد عدنا إليكم، ومعنا الضيف العزيز الأستاذ محمد علي حامد سراج الدين يتحدث إلينا في هذه الحلقة. أرحب باسمكم جميعا بأخونا الأستاذ محمد علي. أستاذ محمد، مرحبا بك في شبكة سلام. يا أهلا وسهلا بالإعلام الكبير أستاذ أحمد شريف، أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهدينك ومستمعيك. بارك الله فيك أستاذ محمد. نحن بنرحب بك في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وأنت رجل مهموم وتحب هذه اللغة التي درست بها وتعمل بها ولها ومن أجلها. أستاذ محمد، نحن في هذه القناة وعبر هذا البرنامج اسمه مع اللغة العربية، يعني كده أنت كإنسان مهتم ومثقف، رأيك شنو أن يكون في برنامج اسمه مع اللغة العربية يتوجه إلى المواطن الإريتري في الداخل والخارج؟ يا ريت لو حدثنا عن يعني وجود برنامج بهذا الشكل، حتى لو ما كنت متابعه، رأيك فيه شنو؟ وجود برامج بهذا الاسم أو هذا المفهوم هو برامج هادف وبرامج سامي وبرامج مفيد ومثمر، لأنه اللغة العربية أو أي لغة هي ثالث الأصافي بالنسبة للهوية، أيا كانت هذه الهوية، سواء كانت إريترية أو سواء كانت حبشية أو سواء كانت سعودية أو مصرية. فهي معنى الركن الثالث بالنسبة للهوية لأي مجتمع من المجتمعات. فبرامج أو يسمى اللغة العربية مفيد وهادف جدا. جميل. طيب، الإذاعات، أنت يعني علاقتك بالإذاعات العالمية قديما، يعني زي مثلا البي بي سي، صوت العرب، صوت الجماهير، إذاعة الضمان، هل وركن القرآن الكريم وكثير من الإذاعات، كذا تجربتك مع العمل مع السماع الإذاعي والتلفزيوني شنو أستاذ محمد؟ ومما علق بذاكرتك شنو؟ هو فعلا كانت الإذاعات على سبيل المثال زي بي بي سي، زي مونte كارلو، زي إذاعة القرآن الكريم في القاهرة، زي صوت العرب. ففي إذاعات كثير، ففعلا الواحد كان يستمع إليها بشغف وحب للغة العربية من جهة، ونقل الأخبار من جهة أخرى. نعم، جميل جدا. وفي هذا الإطار تأتي هذه الحلقة التي تذاع عبر الإذاعة والتلفزيون من شبكة سلام الإعلامية العالمية. حقيقة قبل ما أسجل الحلقة أنا طلبت من أستاذنا محمد علي، وهو يتحدث إليكم من أستراليا على فكرة، من مدينة أدلايد في واحدة من المدن الأسترالية، وهناك الجالية الإريترية عدد مقدر. فأنا أتحدث معه في برنامج مع اللغة العربية قبل التسجيل، فقال لي يا أخي أنا أعتقد هناك مفاهيم يجب تصحيحها لدى عامة الشعب. فأستاذ محمد كده لما نقول مفاهيم تود تصحيحها، هذه المفاهيم هل هي لدى كل الشعب أو جزء منه؟ وما هي طبيعة المفاهيم التي تود تصحيحها بشأن اللغة؟ لا، هي في جزء من الشعب الإريتري، الأقلية الكبساوية. نعم. الشعب الإريتري متفق ومتوافق على اللغة العربية، سواء كان نعم. إجماعا رسميا أو إجماعا خصوصيا، لأنهم متفقين عليها لجميع قومياتهم ما عدا القومية التجرية أو ما عدا الأقلية الكبساوية. عفوا على دخول الصوت. فقلت هي لدى عامة الشعب ولا جزء منهم؟ لا، لدى عامة الشعب متفق عليها، لكن الأقلية الكبساوية هي التي تعادي وتحارب اللغة العربية. الأقلية الكبساوية لما تقول
المرتفعات مثلا. هاي المرتفعات طبعا. وطيب هل كل المرتفعات متفاهمين حول هذه المفاهيم؟ جل المرتفعات من وجهة نظري أنا، جل المرتفعات الكبساوية متفقة على عداوة اللغة العربية. ما هي الأسباب أستاذ محمد؟ الأسباب هي ممكن أن ندخل عليها لاحقا، لأنه علق عليها الأستاذ هبتي ماريان في كتابه الكنيسة تاريخ الكنيسة الحبشية. نتناولها لاحقا. طيب إن شاء الله. بس عشان ما ننسى، قلت لي متاريس، من اسمه الكاتب؟ هبتي ماريان. هبتي ماريان. طيب إن شاء الله نتناولها بعدين. أوكي إن شاء الله. طيب هذه المجموعة في مناطق الكبسة قلت لي هم الأغلبية منهم متفاهمين حول هذه المفاهيم. هل أصبحت مفاهيم مهددة أستاذ محمد ولا هي مجرد مفاهيم؟ لا هي ما مهددة، بس هو بالنسبة حسب معتقد هبتي ماريام يعتقد أن هي خطر على التراث المسيحي في إريتريا، بس ليس في إريتريا فحسب، بل في إريتريا وفي الحبشة في اثيوبيا يقصد. طيب انها خطر مهدد ممكن تؤدي الى محو اسمه التراث المسيحي. طيب سنرجع الى ذلك. طيب إن شاء الله. ناتي الان الى المفاهيم التي يجب تصحيحها. ممكن تقول لنا 1 2 3 4 وكل مفهوم حنجيه. المفاهيم هي دفوعات اللغة، الدفوعات الأقلية الكبساوية، وبالذات من بعد عام 52 ولورا، لأنه قالوا اللغة العربية لغة وافدة، اللغة العربية لغة أجنبية، اللغة العربية لغة دين، اللغة العربية ليست لغة الأم الإريترية ما عدا الرشايدة أو قبيلة الرشايدة. دي مفاهيم أنت تراها يجب تصحيحها. أيوة يجب تصحيحها. نجي للمفهوم الأول، اللغة أجنبية. وفي فرق بين اللغة وافدة واللغة أجنبية أستاذ محمد؟ هي اللغة الأجنبية واللغة الوافدة هو أصلا مفهوم واحد وعنصر واحد، لكن لأنهم طبعا ليست لغتهم حسبوهم عنصران. فهم بمعنى واحد، الأجنبي هو الوافد والوافد هو الأجنبي. كويس. لكن مثلا هي كل الدفوعات أو كل التعديات بالنسبة من قبل الأقلية الكبساوية تحتاج إلى نقاش هادئ، لكن نقدم منها مثلا أن اللغة لغة دين. لا كذا نجي للغة الوافدة والأجنبية. من يقول ذلك أنه هو لا يعرف التاريخ المنطقة المعروف تاريخيا، لو جينا حتى جغرافيا وكذا، بتنفيه حقائق كثيرة إنه اللغة العربية في إريتريا ليست لغة وافدة ولا لغة أجنبية، تمشيا مع التاريخ والجغرافيا. هل تفتكر إنه الناس ديل ما عارفين التاريخ والجغرافيا ولا عناد وإصرار؟ ليس كلهم على وتيرة واحدة أو اسمه في نسبة واحدة، يبغى يختلفوا. في جزء منهم هو لا يريد اللغة العربية بأي مفهوم، بأي طريقة، بأي شكل من الأشكال. وفي جزء منهم معناه اسمه مغرور به وانه مقرر به انه هي فعلا اللغه دي لغه وافده ولغه اجنبيه، لكن جزء كبير يعرف ان هي ليست لغه وافده، بل كانت قبل تكوين اريتريا نفسها وقبل وجود اللغه التيغريه في اريتريا. جميل جدا، جميل جدا. نواصل الحديث مشاهدينا الكرام ومع الاستاذ محمد علي حامد سراج الدين في المفهوم الثاني اللي هو انه يجب تصحيحه. بتقول انه في وحدين مجموعه كده من ناس المرتفعات، وقبل ما نقول مرتفعات هنا، لكن عموما المهم لدى كثير من الناس، حتى برضو والله في لدى المنخفضات، هذه المفاهيم برضو قد يتماهوا معها، اللي هو انه اللغه العربيه هي لغه الدين بس. فانت بتقول هذا المفهوم ينبغي تصحيحه، لماذا؟ استاذ احمد، هذا مفهوم حديث، انه البعض من المسلمين او من المنخفضات هذا ما تاثر بالجبهه الشعبيه، معنى هذا مفهوم حديث. طيب طيب المفهوم ده غير صحته شنو لما يربط اللغه بالدين؟
ولا هو ده مفهوم تقليدي، هو ما عنده علاقه بالمفهوم اصلا، ده ناس قالوا وهم بيقولوا وراهم. طيب لكن اللغه دي ما الدين خدمها وتخدم الدين يا استاذ محمد. هي الدين خدمها وتخدم الدين، لكن هي سابقه للدين، لانه الدين نزل عليها ضيفا. اي دين؟ الاسلام والمسيحيه ولا؟ الدين الاسلام والمسيحيه، اي دين هي بالنسبه للغات سابقه للدين هي. اها. والدين بيحل عليه يختار، الدين يختار من ضمن اللغات، فمن ضمن اللغات اختار اخر رساله المحمديه اختارت اللغه العربيه ونبي عربي، فكان يتكلم بلغته. ونزل القرآن باللغة العربية. ثم هي تمحورت او هي امتزجت بالقران، فهي حملته الى العالم العرب والعجم، والقران برضه حافظ عليها، فستظل اللغه العربيه الى قيام الساعه. جميل. طيب المغالطة في شنو لما نقول انه نربط هذه اللغة بالدين؟ هي معناه تهريبا للجمهور المخاطب. معنى أنا حينما أقول هذه لغة الدين وبالنسبة في نفس الوقت اللغة الدين ما ديني أنا، فهذا بيجعلني أهرب من هذه اللغة ومن هذا الدين. هي فيها بعد شعوبي، يعني إنه عشان يفرقوا الناس يعني من غير المسلمين، إنه عشان ما يتعاملوا بها. علما بأن هذه اللغة ما كانت لغة الأديرة والكنائس أستاذ محمد فيما سبق قبل الإسلام. لغة الأديرة هي طبعا منا عرفنا الأديرة هي لغة الجيزية هي. ولغة الجيزية هي جاية من اليمن، هي وافدة أصلا. وهي ضمن اللغات السامية الواحدة من اللغة العربية، لكن في زمن من الأزمنة كانت تستخدم هذه اللغة حتى في الأديرة. هي أصل اللغة العربية. جميل جدا. طيب ينبغي إذن اللغة العربية هي ليست لغة دين فحسب. دايرينك بعدين. طيب ما هي هذه اللغة؟ نحن توصيفنا لها حيكون شنو؟ طيب المفهوم الثالث الرابع أو الثالث إنه هناك من يربطها بإثنية معينة أو بقومية معينة في إريتريا اللي هي قومية الرشايدة، بمعنى ليست لغة لعدد من الناس، فقط لقومية الرشايدة. هذا المفهوم برضو ينبغي تصحيحه. بتقول لماذا أستاذ محمد؟ أولا أستاذ العزيز، أصلا أن هذه لغة وافدة ما عدا الرشايدة. الرشايدة لم نسمع يوما أو نرى أنهم يتكلمون مع الإريتريين بالترجمة. جميل. أنهم يخاطبون الإريتريين باللغة العربية ويخاطبون باللغة العربية. كويس. ثم تسبق أيضا كما سبقت الدين اللغة العربية تسبق الرشايدة في إريتريا. هي موجودة كانت قبل وجود الرشايدة في إريتريا. طيب. وحتى إذا كانت هي لغة قومية معينة ذات، وحتى لو بالهناية، هل من الحق إنه من الإنصاف إنه يحرموا من الحديث بلغتهم والاعتراف بها؟ هي لو في نظام ديمقراطي أو حرية ديمقراطية، من حق أي إنسان أن يختار ما يتناسب معه وما يريد أن يجعله لغته وهويته وثقافته. طيب. فإلغاء الآخر ونفي الآخر يعتبر تطرف. جميل. طيب الآن أنت مفهومك لهذه اللغة شنو أستاذ محمد؟ كمجتمع إريتري ومجتمع مسلم ومسيحي بمختلف قوميات وإثنيات، مفهومك لهذه اللغة شنو يعني؟ مفهومي لهذه اللغة لسان تعبير أتواصل به مع غيري، سواء كان مع الإريتريين أو مع العرب. معنا بالنسبة تمثل لي وجدان، بالنسبة تمثل لي هوية. فاللغة العربية بالنسبة لي تمثل كل شيء. أيوة يا نعم. طيب والواحد لو قال لك لماذا مثلا، من أين لك هذا أستاذ محمد؟ من أن لي هذه اللغة لأنه أنا مما نشأت أني أقرأ بها القرآن وأن أتعبد بها وأتواصل بها مع غيري، فهذا الدليل كافي أن هي لا تحتاج إلى دليل. جميل. أستاذ محمد كده أنت من وين في إريتريا؟ أنا أصلا من قدقد. قدقد اللي هي منطقة مصوع، قريبة من مسوا، قريبة من شاب، قريبة من وقيرو. مرة في قدقد، مرة في بيرمي، مرة في وقيرو، مرة في شاب، لكن أصلا موجود في قدقد. قدقد نعم. طيب كده درست القرآن الكريم في قدقد؟
شعب قد مثلا؟ في القرآن الكريم وأنا صغير جدا، ما كنت أعرف حتى الحروف، بس أعرف أقرأ لأنه الشيخ يقرأ لي 3 مرات وأنا أذهب إلى بيتي وبكرة أسمع وأنا ما فاهم فيه حاجة. بعد بكرة برضه يكتب لي سورة أخرى وجزء آخر من القرآن، فبرضه بعد يوم أسمع وهكذا حتى دخلت السودان ودخلت في خلوة رسمي. جميل. شيخك في شعب قد إيش كان اسمه منه؟ لا أذكر. لأنك طلعت صغير. طلعت صغير جدا. عمرك كم ساعات لما طلعت أستاذ محمد؟ ما بين 9 إلى 10 حدود كده. طيب. في السودان درست فين؟ درست في السودان القرآن المدرسة، درست في حلفة، ودرست في اسمه في حلاوين القرآن الكريم. نعم ما شاء الله. وبعد ذلك غادرت السودان إلى القاهرة الأزهر الشريف. كده ادخل لنا في مجال تخصصك. مجال تخصصي الشريعة والقانون ودراسات عليا مقارنة الأديان. جميل. في القاهرة. في القاهرة كله. جميل. أستاذ محمد، أنت كإنسان مولود في إريتريا وبرضه تنتمي للسودان، وهذه الحدود ذات حدود استعمارية كلها، كان يعني علاقتك باللغة العربية يعني بروزك فيها وإجادتك لها وكده، كنت بتحس إنه هذه اللغة العربية في إريتريا ليس كما يروج لها المستعمرون، إنه يعني الناس تتحدث بها وتقرأ بها وتعمل بها، مقارنة لما تقارن زملائك في الأفارقة مثلا الجايين إلى الأزهر الشريف؟ تلمست المسائل دي أستاذ محمد؟ هو أستاذي، نحن لما كبرنا وترعرعنا في اللغة العربية قرآنا ومخاطبة ومراسلة، لم يكن يوم من الأيام في خلدنا أنه هناك كان نزاع في إريتريا بين الأقل الكبساوي والأكثرية. ده عرفناه فيما بعد لما كبرنا. كنا نزعم أن اللغة العربية هي في عامة في إريتريا ولكل إريتريا. جميل. طيب، في الأزهر كده كويس، دي حقيقة دي. في الأزهر كيف تبدت هذه المسائل؟ أستاذ محمد شوية فضفض لنا، اتكلم. في الأزهر الشريف طبعا أنا كان عندي الخلفية سواء في الدين أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة في السودان. فحينما دخلت الأزهر الشريف كان طبعا أنا دخلت بنفسي، ما جيت عبر منحة من قبل الأزهر. فللذين ليس لهم منحة ولم يستخدموا من الأزهر، هنا حتى لو عندك شهادة لا يعترف بها. طيب. تخضع لامتحان القبول تحديد المستوى. كده حدثنا عن امتحان القبول، كان كيف؟ فامتحان القبول بالأزهر بيدعى عليك لجنة، أستاذ التفسير والفقه، أستاذ القرآن الكريم وتجويدي، أستاذ اللغة العربية وبلاغتها وفصاحتها، أستاذ المطالعة والقراءة الصحيحة، من كل واحد مجموعة. فاللجنة هذه تسألك، كل واحد يسألك سؤال أو سؤالين أو 3، من خلال الإجابة يحدد مستواك العلمي أو مستواك التعليمي. نعم. فبناء عليه يحدد كل واحد إنه يديك نسبة. جميل. وبعدين؟ فأنا كان اللجنة اللي امتحنتني الأسئلة كلها اجتزتها بسهولة وبسلاسة من غير أي تعقيد ومن غير أي تعب. فقال لي المشرف محمد، قال لي اشرب شاي وارتاح شوية، عندك امتحان ثاني، هذا الامتحان وضعك في 3 متوسطة. فبعد الامتحان تمتحن زي الامتحان ده، يحدد مستواك مرة أخرى، سواء كان ممكن ينقلك لأولى ثانوي، ممكن رابعة ثانوي، أو ممكن يدخلك الجامعة حسب إجابتك. طيب. فقلت أنا خلاص، وأنا كنت مستعد للامتحان الثاني، لأنه كما قلت لك ليس صعبا بالنسبة لي، سواء كان كل المواد، المطالعة كتاب أمامك تقرأه، أما اللغة العربية فسهل والفقه سهل. ماذا قالت المذاهب في الوضوء وفي الفروقات بتاعتها وفي السنن وفي الفرائض وفي الحج لغة واصطلاحا مع والزكاة لغة كل ده كنت قريته أنت في إريتريا يا أستاذ محمد؟ كل قريته، أكثر حاجة قريته في السودان. في السودان، سوري، أيوه في السودان قريته.
قريت في السودان، فليس صعبا. انا ممكن كان مستواي من غير مبالغه ممكن كان ينزلني اولى جامعه. لكن انا كان في زميلي صديقي لانه امكانياته لم تسمح له بان يتجاوز الامتحان الاول، فكان اخر حديد مستوى له وثالثه متوسطه. طيب فانا اخلفت الموعد في الامتحان الثاني لابقى معه. مع صديقك؟ مع صديقي. صديق انت وصديق وفي يا استاذ محمد. انت صديق وفي، ضحيت بالسنوات دي عشان صديقك. بالدراسه وبالزمن عشان صاحبي. صديقك ده وين هسه استاذ محمد؟ صديقي للاسف انا ضحيت من اجله الزمن. ما اكمل الدراسه، لم يوفق معنا، فشل في الدراسه فشل ذريع جدا. وحي يرزق؟ حي يرزق سافر الى السعوديه، والسعوديه نقلوه الى الصومال، من الصومال رجع السودان، من السودان رجع السعوديه بجواز ثاني، ومن السعوديه للسودان، ومن السودان وهكذا. يا ربنا يديه الصحه والعافيه، ان شاء الله اذا يشوفنا ما هو يسلم عليك ويذكرك بالخير استاذ محمد. ان شاء الله. اينما هو. بارك الله فيك. طيب مشاهدينا الكرام، لا زلنا مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، والمتحدث إليكم هو أستاذنا محمد علي حامد سراج الدين من أستراليا، يتحدث في حلقة من برنامج مع اللغة العربية. أستاذ محمد، مجالك هذا في مقارنة الأديان، اشتغلت به؟ لا ما اشتغلت به. ما اشتغلت به. حتى نبذة عن التخصص حقك. حتى في التواصل الاجتماعي تطرقت اليه، قالوا لا نفهم هذا الكلام. ماذا قالوا عفوا؟ الجمهور قالوا لا نفهم هذا الكلام، لا نريده. بمعنى؟ والله صعب شويه، في مفردات صعبه ومفردات سطحيه وفي مفردات، ما هو الاديان اصلا هو في الحقيقه هو دين واحد، ما في اديان، لكن هناك تراجم وهناك اختيارات للشعوب والامم. فيعتبرونها دينا، فلازم تعتبرها دينا. لانه والا تبقى انت زي اللغه العربيه من قبل القبساويين. طيب دقيقه، انت في الجامعه، في جامعه الازهر، ايوه، يعني تقدمت بهذه الاطروحه لرساله الماجستير مثلا؟ لا الجمعيه الشرعيه، بس جاني السفر. يعني انت بعد ما كملت البكالوريو كنت دار تحضر الماجستير؟ ايوه، فصل الدراسه، ما الدراسه اكتملت لكن ما نوقشت عشان تعتمد من قبل الجمعيه الشرعيه. وعنوانه كان شنو؟ مقارنه الاديان. مقارنه الاديان. نعم. انت عملت الدبلوم العالي؟ عملتها. طيب هم كان قبل ما يناقشوك انت سافرت الى استراليا؟ السفر الى استراليا طبعا بدل اضحي به، وكما ضحيت بالزمن لزميلي، قلت افضل السفر والدراسه ملحقه في اي وقت. جميل جدا، ولكن ممكن الفكره موجوده انك تواصل الدراسه. الفكره موجوده والبحث موجود وجاهز. جميل جدا. طيب كده البلد دي ادتك شنو فيما يتعلق باللغه العربيه؟ ربطتك بما كنت تدرسه؟ اخذت منك شنو؟ خش لنا في ملفات الغربه الان. لا البلد تقصد مصر ولا تقصد لا البلد دي استراليا. ما لم توسع في مداركي، لكن سمحت لي انه مثلا عندي كذا بحث ممكن يكون جاهز ليكون كتبا لتحول الى مؤلفات، فاستفدت منه في الزمن، لكن من حيث اللغه انا استفدت في مصر طبعا اكثر من السودان. نعم. يعني الان الغربه برضو انت استفدت منها انه في التاليف؟ استفدت منها في التاليف. اللغه العربيه صح؟ في جزء من اللغه العربيه، لكن اكثر حاجه معنا هو اسمه في كتاب حيكون ان شاء الله في الادعيه، ما صح من الكتاب والسنه في الادعيه، وحيكون جزء في الحاكميه في الاسلام، وحيكون جزء في هل السحر حقيقي وموجود بين المنكر وبين الموافق عليه. كذا عندي كذا بحث معنا عاوز ترتيب وتطبع. كذا بحث كويس. يعني انت يعني هذه اللغه لا زلت تعمل بها؟ انا اعمل بها واؤمن بها واسعى لنشرها والتفاعل معها. جميل جدا. طيب في وسطك هسي الاسترالي في مدينه ادلايد، في واحده من الاقاليم والولايات،
واقع اللغة العربية لدى المجموعة أنت المصاحبة شنو؟ الإريتريين أو السودانيين؟ لا كلغة اسمه هوية بيتعاملوا بها، لكن طبعا 90% بيتعاملوا بالإنجليزي. جميل. لكن أولادهم الأطفال حتى ينشأ في اللغة العربية وفي القرآن الكريم عندهم يوم في الأسبوع بيدرسون اللغة العربية. طيب هل تفتكر أنه هم مدركين لأهمية هذه اللغة وضرورة المحافظة عليها والتحدث بها؟ مدركين الأبعاد الوطنية، أبعاد السياسية اللي قاعد نتحدث عنه الآن؟ مدركين بس ليس على المستوى المطلوب. لماذا؟ لأنهم طبعا هم بيعرفوا أن هي لغة بس تفهم بها دينك وليس إلا. طيب المسألة دي أنتم كناس كبار متعلمين مثقفين تناقشوها فيما بينكم؟ طبعا نناقشها، وعاوزين مدارس بتدرس اللغة العربية كمشروع ثقافي قبل أن يكون مشروع لغوي، وكمشروع وجداني ومشروع اسمه شنو مثلا متكامل، مش أن هي أنت تفهم بها دينك بس وتفهم بها القرآن الكريم. طيب مقارنة الجالية الإريترية بجاليات ثانية، بتشوف الوضع كيف؟ أيهما أفضل؟ والله الجالية الإريترية مثلها مثل الجاليات الأخرى. نعم؟ مثلها مثل الجاليات الأخرى. طيب بالتحدي السياسي التي تعيشه إريتريا وهذه السياسات المفاهيم الغير صحيحة السائدة، ألا ترى أنه نحن في المجتمع الإريتري لنا خصوصية في هذه اللغة؟ هو أحيانا الشيء من غير ما أنت تدفع به هو تجده اسمه متجذر وتجده منتشر. فاللغة العربية من غير ما تتكلم أنت، لو دخلت في أي تواصل سواء كان اسمه واتساب، سواء كان فيسبوك، سواء كان ماسنجر، حتلقى كلها هي اللغة العربية من غير ما توسع عليها منتشرة وسائدة. طيب يعني ما في خطورة على اللغة العربية في إريتريا؟ لا ليس خطورة عليها إريتريا، لأنها محفوظة بالقرآن الكريم وأنها متجذرة وضاربة في الأعماق. جميل. كده نرجع لكتاب هبت مريم زي ما كنت تقول عنه، متاريس في مفهوم اللغة ولا حاجة. في حاجة دار تضيفها أستاذ محمد؟ هو اسمه هبت مريم استمر في كتابه عن تاريخ الكنيسة في الحبشة، يقول المسيحيون الأحباش سواء كان في إريتريا أو إثيوبيا ليس لديهم أي مشكلة مع الإسلام، ولكنهم لا يرضون استيراد وترويج لغة وثقافة من شأنها تعفو أثر تراثهم الأثير لديهم بأموال مدعومة، لأن اللغة العربية في نظر معظم المسيحيين الأحباش خطر وتهديد رئيسي. فهذا نص من كتابي. إذن معنى هو لو أنت تعمقت في الكلام من هو ليس لمحو التراث المسيحي، لا، معنى أنت ترضى بالإسلام أو ما عندك مشكلة مع الإسلام، في نفس الوقت ليس عندك مشكلة مع الوسيلة بتاع الإسلام وعندك مشكلة بتأداء بتاع الإسلام. فكيف هذا تناقض؟ أنت تؤمن بالشيء ولا تؤمن بوسيلته وأدائه وأداته، معنى تناقض. نعم. أنت عندك مشكلة، إذا أنت عندك مشكلة مع اللغة العربية عندك مشكلة مع الإسلام. وعلما أن اللغة العربية فهو لدفع البسطاء من المجتمع يقول ما عندنا مشكلة مع الإسلام. إذا أنت حتقول ما شاء الله الرجل ما عنده مشكلة مع الإسلام، لكن هو عنده مشكلة مع أدوات الإسلام، مع وسائل الإسلام، واحدة منها اللغة العربية. فإذا كسرت أنت من الرجل رجليه فكيف يمشي؟ تقول لي أنا أؤمن بالرجل بوجود الرجل، لكن لا أؤمن بلساني ولا أؤمن برجليه ولا أؤمن بفكره وفؤاده. صح. فتناقض، معناها إذا أنت ما تؤمن بالإسلام. طيب وبعدين ذاته في المفهوم الوطني لو أخذناه مثلا يعني أنا في ظني أنه اللغة العربية في إريتريا هي رمانة الميزان بالنسبة للشعب الإريتري. يعني الإريتريين الآن مثلا فرضت سياسة معينة أو لغة معينة، اللغة التيغرينية بقت زي لغة جامعة للعناية قهرا طبعا. لكن بالنسبة للغة العربية في إريتريا لو أخذنا كذا من القوميات، هذه القوميات لو جلسوا مع يعني مثلا التيغري والبلين والساهو
والعفر والكنامة والحدارة وحتى جزء من التجرينية كمان في المرتفعات. لو قعدوا كده ما في لغة بتجمعهم غير اللغة العربية. هو أستاذ العزيز أصلا بالتفاهم يعني اللغة العربية لو أنت تذكر مثلا سواء كان العثمانيين أو الأتراك تقريبا من كان معنا 1955 ولا 57 تقريبا، ثم الحكومة المصرية في هذا قصدك. ايوه قبل اللي هنا، نعم قبل الاستعمار الايطالي، قبل الاستعمار الايطالي 1700 وحاجه. نعم الحكومة التركية والحكومة المصرية كانوا يخاطبون الشعب الإريتري باللغة العربية. معناه هو لم يعلموه اللغة العربية ولم يعملوا مدارس ومعاهد اللغة العربية، لأن هي كانت موجودة وراسخة، فعشان كده كانوا يخاطبونه باللغة العربية في إصدار أوامرهم وتوجيهاتهم. نعم. فده دليل أن هي كانت سائدة وكانت رائدة وكانت موجودة. وحتى الإيطاليين لم يعلنوا حربهم الشعواء على اللغة العربية بقدر ما كانوا هم مهتمين، وأصلا ما نشروا اللغات وعلوم كثيرة الإيطاليين. والفترة بتاعت الانتداب البريطانية كانت يمكن الفترة الزاهرة بالنسبة للغة العربية. لا وكذلك الإيطاليين كانوا يخاطبون الشعب باللغة العربية. نعم. ما كانوا يخاطبونه بالإيطالية لأنهم الرجال الكبار لا يعرفون الإيطالية، فعشان كده كانوا يخاطبون باللغة العربية. نعم. حتى اللغة البريطانية وحتى اللغة حتى الحكومة الأثيوبية أيضا، الحكومة الأثيوبية والبريطانية. طيب الشيطنة دي جات من شنو أستاذ محمد؟ من مجموعة الشيطنة دي زي ما قلت لك من ضعف، ما هو بين لك هبتة، لأنه خير إجابة هي إجابة هبتة، لأنهم يشوفونها خطر على التراث. هو كيف تقتنع أنت بتراث معنا لغة بالتعايش معه تمحوه من الوجود؟ هذا ليس تراثا أصلا. نعم يعني شيء غريب. أستاذ محمد، طيب نحن قربنا في نهاية هذه المقابلة. لو قلنا مثلا هل اللغة هي محتاجة لنا نحن كشعب إريتري مثلا اللغة العربية، ولا نحن محتاجين لهذه اللغة العربية؟ نحن محتاجين للغة العربية. لماذا؟ لأنها هي جزء من هويتنا، جزء أصيل، لسان تعبيرنا. نعم. همزة التواصل بيننا. طيب في وحدين برضو متطرفين أكثر، بمعنى يعني مثلا يحاولوا يمسكوا لغات محلية ثانية. بمعنى شنو؟ يعني في وحدين حتى هم من أبناء المسلمين من الذين يتحدثون اللغة العربية، ونحن لا نقول إنه اللغة العربية لغة المسلمين بس، هي لغة إريترية متحدث بها المسلمين والمسيحيين، لكن المسلمين اليوم علاقتهم بهذه اللغة وضرورة الحديث بها أوجب. لكن في وحدين برضو يقول لك يا أخي نحن تجري مثلا، وطالما نحن تجري الجيز أقرب لنا وكده. وفي وحدين برضو لغات ثانية، فيحاولوا يغرر بهم أو عن قناعة. ما في 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 اسطوانة لافة في الفترة الأخيرة إنه مجموعة من التجري يقولوا يا أخي نحن التجري نحن أصلا ما لنا علاقة باللغة العربية. أو لا ماذا تقول عنهم أستاذ محمد؟ لا نستطيع أن نعمم طبعا، لكن في مجموعة هؤلاء مع احترامي لاختياراتهم ومع احترامي لما ذهبوا إليه، لأنهم في الحقيقة والواقع مجرد حثالهم، ما ليسوا حفالة الجبهة الشعبية. هم جزء كبير منهم لا يعرف ماذا يقول ولماذا هذه الطروحات. ولأنه هي ذاتها تتماهى مع أهداف وسياسات أخرى. لا هم في الحقيقة معنا مغرور بهم، لا هذا المفهوم ليس متجذر عندهم. إذا وجدوا الموكب يمشوا معه. طيب أستاذ محمد، نحن نقدر نمشي أبعد مما ذهب إليه البرلمان عام 1952 وأقر اللغة العربية واللغة التجرينية، قرن التجرينية باللغة العربية كلغات رسمية في البلد. يعني مثلا في واحدين يقول لك الحتة دي ذاتها يعني من أين لكم هذا؟ يعني نحن نقدر نمشي أبعد من كده ذاته. البرلمان الإريتري لو كان لقى الفرصة، وشوف القرارات دي جات في ظل ظروف قاهرة جدا واستعمار وتربص إثيوبي وإقليمي ودولي. فالمسألة دي هل لأنه أقرها البرلمان بس نحن نتمسك بها، ولا هي أصلا أبعد من ذلك كما تقول حضرتك
انه تشكل جزء من الهويه والثقافه والشخصيه الاريتريه؟ هي ليس كما أقول أنا، ولكن كما يقول الواقع. أجبر الواقع الإريتري صاحب تهذيب التهذيب المجلد السابع يحكي عن جزء من أهل إريتريا، يقول: نفى يزيد بن عبد الملك الإمام عراك بن مالك إلى دهلك، فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عنا يزيد خيرا، أخرج إلينا رجلا علمنا الله الخير على يديه. ده تقريبا في ال 200 الأولى من الهجرة، يعني في زمن قديم جدا، قبل وجود إريتريا كدولة، وقبل وجود اللغة التجرية في إريتريا. نعم، هذا مسطر في كتب مجلدات وتاريخ قديم. صحيح. ولكن كما يقول الشاعر: ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوا له ليس من صداقته بد. فمشكلتنا مشكلة ليس مثلا مجموعة الكبسة زي ما قلت، أنشأت هذه المجموعة، لعبت في عقول الكثير من النشء، بس لكنهم ليس لهم جذور، كما أن اللغة التجرية ليس لها جذور، كما قال هبت مريم أن اللغة مجرد وجود اللغة العربية يمحوها، فكيف لو فعلت؟ نعم. أستاذ محمد، أنا سعدت بلقائي معك، ومؤكد أنه المشاهد الكريم شاركنا. يعني هل هناك مفاهيم تتوقع أنه برضو حتسود في المجتمع الإريتري وينبغي التنبه لها من الآن نتيجة لما تعيشه إريتريا والصراع السياسي والثقافي واللغوي في المنطقة؟ النزاع والصراع في إريتريا قديم متجدد. وإذا كان أنت لك هوية بتدافع من أجلها، ولك مبادئ، ولك شنو كده رؤية وطنية وخارطة طريق الوطن، لازم تنافح، ولازم سواء كان سلميا وسواء بأي وسيلة إذا اضطريت إلى ذلك. فلازم يكون في نزاع موجود. لكن اللغة العربية أصلا والله الحمد، لأنه هي متجذرة، سواء كان لو حاربت ما حتقدر عليها. نعم نعم نعم. بارك الله فيك. أعطي اللغة العربية سنة واحدة بس، إذا كان ذهب دكتاتور إريتريا الوحيد الأوحد الذي لا شريك له، سنة واحدة بس، وانظر إلى ما بناه 30 سنة واحدة بس، وأسألني يوم ذاك إذا ربنا مد في العمر. إن شاء الله حتتغير الأمور والمشاهد وتجي إريتريا على حقيقتها. سنة واحدة بس، سنة واحدة بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. إن شاء الله سنة واحدة تقضي على عمل 30 سنة على قدم وساق وليل ونهار. يا سلام، نتمنى إن شاء الله أن نرى ذلك اليوم ومعا ونتحدث عن ذلك. آتي إن شاء الله. طيب، بماذا تختتم لنا هذه الحلقة أستاذ محمد، بما تود أن تختتم به من حديث عن اللغة العربية؟ أختم لنا هذه الحلقة كده. اللغة العربية طبعا هي لسان حالك ومقالك. اللغة العربية همزة التواصل بينك وبين الآخر، سواء كان بينك وبين أخيك الإريتري أو بينك وبين محيطك الاجتماعي والدولي. فلا في نفس الوقت جزء من هويتك، معناها هي الهوية. لو قلنا مثلا هي اللغة والثقافة المتراكمة والعقيدة، فهي جزء من هويتك، ثالث ركن من الهوية. جميل جدا، وبالتالي المحافظة عليها ضرورية. شكرا لك أستاذ محمد علي حامد سراج الدين. أنت مجرد أنت فعلها، هي حافظ عليها القرآن وستكون دائما إن شاء الله، بس أنت فعلها بإذن الواحد الأحد، ولكل منا طريقته للتفعيل. مشاهد الكريم، أيوة بالتأكيد. كان المتحدث إليكم هو أستاذنا محمد علي حامد سراج الدين، وتحدثنا عن تحت عنوان مفاهيم ينبغي تصحيحها لدى بعض الإريتريين، وللحديث عن ذلك طبعا ما انتهى اليوم، لكن إن شاء الله سنلتقي بك مرة ثانية أستاذ محمد، سواء كان في مجال تخصصك أو في مجال اللغة العربية إن شاء الله. بارك الله فيك وأشكرك جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك كل خير ويسجل هذه الحلقة في ميزان حسناتك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب وفقنا لما تحب وترضى، ونصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بختام هذا اللقاء أحييكم مشاهدينا الكرام، وآمل أن ألتقيكم في الحلقة رقم 26 بإذنه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك شيخنا.